الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نستكمل ما توقفنا عليه الدروس الماضية في فقه المالكي في متن الأخضر. النهاردة إن شاء الله يتكلم الشيخ عن شروط الصلاة، فصل في شروط الصلاة. لكن قبل ما نتكلم عن شروط الصلاة، المقصد والمغزى اللي كان بيتكلم عليه الشيخ من أول الكتاب، طهارة، الوضوء، إزالة النجاسة، عايز يوصل إلى هذا المقصد، تمهيد وشروط دي اللي اتكلم عليها الشيخ. ليه؟ لأن الصلاة يا مشايخ الركن الثاني من أركان الإسلام. بعد إيه؟ بعد الشهادتين. لها مكانة مرموقة، مكانة منزلة عظيمة في الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأتي إيه بقى؟ الصلاة، فرضية إيه؟ الصلاة. ولأهمية الصلاة في الإسلام، المولى سبحانه وتعالى الركن الوحيد أو الفريضة الوحيدة التي فرضها بدون واسطة. كل الفرائض فرضها المولى عز وجل بواسطة مين؟ الوحي. سيدنا جبريل يبلغ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، إلا مين؟ إلا الصلاة. فرضها المولى سبحانه وتعالى بدون واسطة في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بعام. هذا شيء آخر برضه بالنسبة للصلاة، اللي هو ينكر فرضية الصلاة أو تارك الصلاة. تارك الصلاة نوعين: إما أن يترك الصلاة جحودا ونكرانا. إيه يعني؟ يقول والله ما فيش صلاة في الإسلام، ما فيش صلاة في الإسلام. هذا الإنسان أنكر شيئا معلوم بالدين بالضرورة، يعني معنى ذلك أنه خرج عن حظيرة الإسلام، خرج عن ملة إيه؟ الإسلام. هذا الأول. الثاني اللي هو تارك الصلاة كسلا، هو معترف إن فيه صلاة بس مش بيصلي. طب إيه ده؟ قال اسمه مسلم لكن فاسق. مسلم إيه؟ فاسق. ماشي مشايخ؟ طيب، أمر آخر برضه في الصلاة اختلفوا فيه العلماء، كيفية أو صفة فرضية الصلاة. فرضت إزاي؟ اختلفوا العلماء إلى قسمين أو فريقين. فريق بيقول منهم الرأي الأول إن الصلاة فرضت في السفر والحضر كم ركعة؟ ركعتين، ثم بعد ذلك زيدت في السفر. ده الرأي الأولاني. الرأي الثاني بيقول لا، فرضت كام؟ 4 ركعات. 4 ركعات. طيب، ثم بعد ذلك قصرت في السفر في الصلاة الرباعية إلا المغرب والصبح. المغرب فرض 3 والصبح فرض إيه؟ 2. الشيخ قبل ما يتكلم قال فصل في شروط الصلاة. الشيخ دخل على طول على شروط الصحة، على شروط إيه؟ الصحة، ولم يتكلم الشيخ عن شروط إيه؟ شروط الوجوب. فبيقولوا شروط الوجوب الشيخ ما جابهاش هنا، بس جابها في الشرح. قال شروط الصلاة بتنقسم قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. هو تكلم عن شروط ايه؟ الصحة فقط، ولم يتكلم عن شروط ايه؟ الوجوب. لكن جابها في الشرح الشيخ. ايه اول حاجة؟ قال الاسلام. الايه؟ الاسلام لابد ان يكون الانسان مسلم عشان تجب عليه. طب والثاني قال البلوغ، لابد ان يكون الانسان بالغ ذكر او انثى. طب وقبل البلوغ اذا صلى تصح منه. ويجب على اولياء الامور ان يامروا اولادهم للصلاه ل7 ويضربوهم عليها ايه؟ ل10. لكن مش واجب عليهم تكليف من قبل المولى سبحانه وتعالى. طيب، وبعد ذلك العقل. قال فلا تجب ولا تصح ايضا من انسان ايه؟ غير عاقل، مجنون او مغمى عليه او من غير ايه؟ ذلك. طيب، ثم بعد ذلك الخلو من دم الحيض والنفاس. بالنسبة لمين ده؟ بالنسبة للمرأة.
عشان تصلي لابد يكون ايه؟ طاهرة تماما، ما فيش دم حيض ولا دم نفاس. طيب شرط تاني من شروط الوجوب، قال دخول وقت الصلاة. دخول وقت ايه؟ الصلاة. ينفع الانسان يصلي الفجر دلوقتي؟ فجر بكرة؟ لا، لابد ايه؟ يدخل الوقت بتاع الصلاة. طيب برضه المالكية زادوا شرط تاني، قال بلوغ الدعوة. ايه بلوغ الدعوة؟ لازم الانسان يكون بلغته دعوة الاسلام، ان في اسلام. لو واحد ساكن في جبل ما عرفش ان في اسلام ولا رسول اسلام ولا قرآن ولا سنة ولا صلاة، هل تجب عليه؟ لا، ما تجبش عليه. يبقى لابد ان تبلغ ايه؟ الدعوة. دي شروط مين يا مشايخ؟ دي شروط الوجوب. هيتكلم الشيخ يا شيخ محمد، اقرا كده. دي اللي هيتكلم عليها الشيخ هنا شروط ايه؟ دي شروط الصحة اللي هيتكلم عليها الشيخ في المتن. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان. بس هنا بيتكلم الشيخ قال شروط الصلاة، لم يفرق في المتن بين شروط الوجوب ولا شروط الصحة. دي اللي هنا بيتكلم عليها ابتداها الشيخ ايه؟ شروط ايه يا مشايخ؟ شروط صحة للصلاة، يعني ما تنفعش، ما تصحش الصلاة إلا بدونها. أول حاجة طهارة ايه؟ الحدث. ايه الحدث؟ اللي هي لابد أن يكون الإنسان طاهر من الحدثين، الأكبر والأصغر. إذا كان عليه جنابة حدث أكبر لابد من الاغتسال قبل الدخول في الصلاة، هذا شرط. طيب وإذا كان طبعا عنده حدث أصغر لابد من الوضوء. طب مش قادر يستعمل المية اللي في الاغتسال ولا الوضوء قادر يستعمل ايه؟ الوضوء برضه في الوضوء ما قادرش يستعمل ايه؟ المية، يعمل ايه؟ برضه لابد من ايه؟ التيمم. يبقى يشترط للإنسان اللي هيصلي لابد من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. ده أول شرط هكلم عليه الشيخ. الشرط الثاني طهارة الخبث. الخبث اللي هي إزالة النجاسة، إزالة النجاسة التي تتعلق ببدن الإنسان أو بثوبه أو بالمكان الذي يصلي عليه. لازم لما يدخل الصلاة ما يكونش على بدنه نجاسة، وما يكونش على هندامه أو جلبيته اللي لابسها ما يكونش عليه إيه؟ نجاسة، وما يكونش على المكان اللي هيصلي عليه اللي هو ما تمسه أعضاء السجود ما يكونش عليه إيه؟ نجاسة. وهذا برضه شرط من شروط إيه؟ الصحة. ماشي يا مشايخ؟ الأمر الثاني اللي هيتكلم عليه الثالث قال وستر العورة. ستر إيه؟ هيتكلم عليه الشيخ دلوقتي بدل ما إيه نتكلم مرتين. وستر نعم مش وستر إيه؟ ستر العورة واستقبال القبلة. ماشي. استقبال القبلة ده شرط من شروط صحة إيه؟ الصلاة. ينفع احنا عندنا القبلة فين؟ هنا كده مشرك. ينفع الإنسان يتجه كده؟ لا، ده شرط صحة من شروط ايه؟ الصلاة. لكن القبلة إذا كان الإنسان في مكة المكرمة وداخل في بيت الله الحرام وأمامه الكعبة المشرفة، قالوا لابد دي قبلة ايه؟ عيان مشاهدة. يبقى لابد أن تكون القبلة أمامك وكلتها في حضنك. لو جزء يسير ابعدت منه الصلاة تعتبر ايه؟ باطلة. لذلك هناك الصفوف المشايخ ايه؟ دايرة، مش كده ولا؟ لكن ما ينفعش القبلة كده يكون قدامي الكعبة المشرفة ويكون متجه كده جزء من جسمي، لا، السمت بتاع بدني كله يكون متجه الى ايه؟ الى الكعبة المشرفة. ده بالنسبة ايه؟ لما يكون هناك الانسان داخل بيت الله الحرام. طيب اما اذا كنا خارجين البيت زي هنا بلاد الشام اي بلد تاني يبقى بنستقبل ايه في القبلة يا مشايخ؟ نستقبل الجهة. نستقبل ايه؟ الجهة. زي كده اهو. ولا يضر الانحراف القليل او اليسير او الضئيل، لا يضر. لكن لو انسان اتجه بعيد من القبلة كده الناحية دي او استدبرها لا يجوز. نعم ماشي يا مشايخ؟ نعم. ده ايه؟ استقبال القبلة. نعم. وترك الكلام وترك الافعال الكثيرة. ترك الكلام وترك الافعال ليس من شروط الصلاة. امال ايه ده مانع من موانع الصلاة، مبطل من مبطلات الصلاة، مش شرط من شروط الصلاة. يبقى هنا ترك الكلام ده مانع من موانع الصلاة. يعني الإنسان لو بيصلي وتحدث أو تكلم بكلام خارج عن الصلاة تعتبر صلاته ايه؟ باطلة. إلا إذا كان قليل
ولإصلاحها. إيه لإصلاحها؟ يعني الإمام سلم من 2 من ركعتين ولا ما فهمش بالتسبيح، قلت سبحان الله، ما فهمش الإمام، ماذا أفعل؟ يبقى من باب الفرض أصبح الكلام علي واجب. أقول له إيه؟ يا إمام أنت سلمت من 2، أو قام الإمام لركعة خامسة أو زيادة، يجي نقول له إيه؟ يا إمام، وقلنا له سبحان الله، ما علمش، مش فاهم. يا إمام هذه خامسة، يبقى أصبح الكلام هنا إيه؟ فرض ولا مش فرض؟ يبقى أصبح الكلام واجب وفرض. لإيه؟ من أجل إصلاح الصلاة. والكلام حصل مع حضرة النبي، المحادثة وذو اليدين الصحابي الجليل، لما حضرة النبي سلم من إيه؟ من ركعتين. ما حدش قدر يتكلم بالصحابة. مين اللي اتكلم؟ الصحابي اهو ده ذو اليدين. يا رسول الله تسلمت من 2، قال له سلمت من 2. جمع الصحابة وبعد ذلك بنى على ايه؟ على الصلاة السابقة، ثم بعد ما انتهى وجاب الركعتين سجد سجود بعدي. ليه؟ للايه؟ للكلام. هل الكلام ده كان مبطل؟ لا، انما الكلام ده كان يا مشايخ ايه؟ لاصلاح ايه؟ الصلاة. الامر الثاني برضه نفس القضية، اللي هو بقى ترك الايه؟ الافعال الكثيرة. ده ليس شرط. الشيخ جعبر بالشروط، لا مش شرط، انما هو مانع مبطل من مبطلات الصلاه، مفسد. الانسان برضه ينبه كثير على الناس ان ايه؟ يجي الواحد يكون هو بيصلي يطلع المحمول ويقلب فيه شمال ويمين، لا، الحركات الكثيره تبطل الصلاه. يخيل للناظر اليك الذي لا يصلي هو وانت كده بالصلاه، كده بالصلاه كانك لا تصلي، خاصة الايه؟ مربي لحيته يقوم ايه؟ يعبس فيها وايه؟ ويعدل الجلابيه ومره مش عارف ايه. لا، ما ينفعش. يبقى الافعال الكثيره دي مبطل، انما الافعال القليله لا تبطل ايه؟ الصلاه. نعم يا سيدي. وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. هنا طبعا الشيخ لما تكلم في المتن قال ايه؟ وستر العوره. قلنا طبعا الشيخ هيجيبها استدراكا يعني، فبدري لما اتكلم عليها مرتين هذه، قال ستر العوره. ستر العوره يا مشايخ في عندي الجنس جنسين، رجل وامراه، في الصلاه وفي غير الصلاه. وجب على الانسان الرجل ان يستر عورته، اللي هي من فين؟ من السره الى فين؟ من السره هنا الى الركبه دي. يبقى فين هنا؟ يبقى من السره دي لحد الركبه. يعني ينفع الانسان يصلي في اللي هي البنطلونات اللي حد كده ولابس الفلين ينفع، طالما هو ساتر ايه هو. يبقى ده وجب على الانسان الرجل ان يستر ما بين السره الى الركبه. يبقى وده من فوق ما فيش اي حاجه، خلاص ينفع. ينفع. ما هو قال ايه؟ واجب. وبرضه واجب مش في الصلاه بس، حتى خارج الصلاه الشيخ بيتكلم. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للرجل. طب بالنسبه للمراه، المراه جميع البدن بتاعها عوره، الا ايه مشايخ؟ الا الوجه، دائره الوجه والكفين تصلي فيه. نعم تمام. لان حتى في الحرم يقول احرام المراه فين؟ حضره النبي في وجهها وفي ايه؟ في كفيها. ماشي يا شيخ محمد. وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. تمام. هنا الشيخ برضه يتكلم، دي كانت زمان الناس تعمل السروال. ما هو السروال؟ السروال قطعة من القماش لها ساقين، كانت تلبسها زمان الناس، كانت لحد ايه؟ لحد يمكن الكعب، ومغطية برضه يا مشايخ منطقة السرة. وكانت أيضا من الهدوم الثقيلة اللي هي الدبلان والخام وغيره، حصرناها الكلام دي. وكانت لها دكة كده، وبيلبسوها برضه في بلاد افريقيا وغيره لحد الان، يعني يلبسوها كده زي البنطلون. ده كان اسمه ايه؟ اللباس. ده اسمه ايه؟ السروال، مش الشرطات دي اللي دي. لكن بيتكلم الشيخ على السراويل. السروال بقول لك ايه؟ قطعه من القماش تغطي السره ولها ساقين، منه ومنه لازم كده. ينفع الانسان يصلي بها؟ قالوا ينفع، بس تكره كراهه اذا ما كانش فوقها حاجه. يعني انا لابس ايه؟ السروال بس وصليت، صلاتي صحيحه. صلاتي صحيحه مع الكراهه. طيب لو لبست السروال ديتي ولا لحد هنا ورحت لابس قميص تاني فوقه او جلباب او غير ذلك، ينفع؟ وانتفت الكراهه. امتى بقى ان في حرمه؟ ان اللباس ده كان شفاف ويظهر لون العوره منه، يبقى هنا اصبح بقى ايه؟ الصلاه به محرمه. اما اذا كان هو ساتر فوق حاجه تنتفي الكراهه والحرمه.
ماشي ده اللي بتكلم عليه السروال. نعم. ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته. نعم. اللي عنده ثوب يا مشايخ متنجس، طبعا احنا اخذنا في الابواب الاولى في الكتاب في لابد من ازاله النجاسه، وده شرط صحه اتكلم عليه الشيخ، ازاله الخبث. طب الفقه مبني على الافتراض، وكان زمان لو واحد عنده ثوب واحد والثوب اصبح مختلط فيه نجاسه ومفيش، مش قادر هو يزيل النجاسه دي ولا فيه ميه ولا عنده ثوب تاني وخاف خروج الوقت، ايه يعمل بيه؟ قال يصلي بهذا الثوب المتنجس المتلطخ بالنجاسه ولا يؤخر الصلاه، ولا يؤخر ايه الصلاه. ان اخرها يا شيخ محمد بيتكلم الشيخ ولا يحل تاخير الصلاه لعدم الطهاره. ولا يحل ان يؤخر الانسان الذي عنده ثوب متنجس يؤخر الصلاه من اجل ايه؟ من اجل طهاره الثوب، مش من اجل طهاره البدن، لا يا مشايخ، مش من اجل مثلا الحدث، لا، ده شرط معروف ان لابد ان يكون طاهر الانسان من الحدثين الاصغر والاكبر، انما هو بيقول لك بيتكلم عن طهاره ايه؟ طهاره الثوب، طهاره ايه؟ الثوب، تمام؟ ماشي؟ يعني ينفع الانسان يصلي بالثوب المتنجس ما فيش غيره. طب هيقلعوا كده؟ لا، يصلي وخاف خروج الوقت. الوقت مين هنا؟ الوقت الاختياري بيتكلم الشيخ، يبقى يصلي بيه. طب لو ما صلاش وقال لا والله انا مش هتنفع الصلاة، لا، يبقى عصى المولى سبحانه وتعالى وعليه اسم كبير لانه اخر الصلاه ايه؟ لوقتها. طب بالله عليك في جمال اكتر من كده؟ في رحمه اكتر من كده؟ في سماحه اكتر من كده؟ ان كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الشرع الحنيف كده، يقول لك ايه؟ صلي في الثوب المتنجس ولا تؤخر الصلاه عن وقتها. ليه؟ لان المولى سبحانه وتعالى يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. اللي يفعل ذلك، اللي اخر الصلاه عن وقتها وما يصليش بالثوب المتنجس دي حتى يخرج الوقت، فعليه ذنب عظيم وعصى المولى سبحانه وتعالى. نعم. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. دي قضية تاني، والفقه زي ما بنقول يا مشايخ مبني على ايه؟ على الافتراض، مبني على الافتراض. وبتحصل برضه لما يكون انسان في السجن او غيره وغيره، بتحصل القضايا دي وحكونا اخواننا. طيب مفيش معهوش لا ثوب متنجس ولا ثوب حرير، لان الحرير يحرم على الانسان لبسه، مفيش حاجه خالص، قاعد عريان، حتى العورة المغلظة مكشوفة، وحان وقت الصلاة ويخاف خروج الوقت، يصلي ايه؟ قال اول حاجة اذا كان في ثوب متنجس يلبسه. طب اذا كان في ثوب حرير يلبسه. طب ان لم يكن ثوب حرير ولا ثوب متنجس، قال يجيب شوية حشيش سفير عشان يغطي ايه؟ العورة. طيب ما فيش حشيش، ما فيش سفير، يعمل ايه؟ لكن الجلبان والحلبه واللي يعملها ممكن يربطها زي كده عشان يغطي العوره. طيب ما فيش، قال في الطين يتمعك فيه، يتمعك في الطين، قال حتى يغطي العوره. طيب ما فيش طين، قال خلاص هنا وجب عليه ان يصلي عريانا، وجب عليه ان يصلي ايه؟ عريانا. شوف بقى ليه؟ لاني ما فيش ليك مفر انك تقول عذر اني انا مش هصلي، لا يا سيدي، اهو واقف قاعد جالس مش عارف ايه على الشق، ما فيش ميه، في تيمم، هتقول ما فيش، مش قادر استر العوره. قال شوف بقى الشرع يقول لك ايه؟ ما فيش حاجه خالص تستر بيها عورتك حتى المغلظه، يقول لك لا، يبقى صلي ايه؟ صلي عريانا. نعم. ومن اخطا القبله اعاد في الوقت. هنا طبعا احنا قلنا في استقبال القبله شرط صحه. طيب الذي اخطا في استقبال القبله وهو يعلم الادله المنصوبه لها او المحراب او غيره، وقال والله اهو النجوم بتطلع منا، الشمس بتطلع كده وكذا، وفي النجم القطب مش عارف الشمالي القطب الجنوبي، واجتهد. بعد ما اجتهد وصلى وقال السلام عليكم، بعد الانتهاء من الصلاه تبين انه اخطا في القبله، بدل ما صلى كده صلى كده، استدبر القبله. ايه عليه؟ قال صلاته صحيحه ويندب له، اي من باب الندب والاستحباب لا من الوجوب، أن يصلي، أن يعيد هذه الصلاة طالما الوقت باقين الوقت الاختياري. لكن إذا انتهى الوقت الاختياري بتاع الصلاة لا، ليس عليه إيه؟ ليس عليه إعادة. نعم.
وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة. كل إعادة في الوقت الاختياري هي إيه؟ أصبحت فضيلة، مش واجبة. يعني مش إيه؟ مش واجبة. يعني كل الإنسان ما هيعيد الصلاة، وهيعيدها ليه؟ لو صلى إنسان بثوب النجس وجاء الوقت، عليه أن يعيد في الوقت الاختياري ندبا، وليس من صلى بثوب فيه حرير أو أصل كله حرير، قال وإيه؟ وكان ما زال الوقت باقي، الوقت الضروري الوقت الاختياري، قال عليه أن يعيد ندبا. طيب عد الوقت، قال لا إعادة عليه. نعم. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. كل صلاة تعاد الفريضة في الوقت الاختياري لا تعاد فيه الفائتة والنافلة. ليه؟ واحد عليه مثلا وقت من امبارح تذكروا، وقت التذكر وقت الفائتة الآن، فما لقيتش انت لقيت كده ورحت لابس الثوب المتنجس او صليت بحرير وانت ناسي، بعد ما صليت قلت السلام عليكم السلام عليكم، تبين ان الثوب متنجس، هل عليك إعادة؟ لا، ليس عليك إعادة. ليه؟ لأن دي فائتة، والفائتة ليس لها وقت، لها وقت ضروري ووقت اختياري، ليس لها وقت ضروري ولا وقت اختياري، إنما وقتها عند الذكر انتهى، ليس لها وقت. والأمر الثاني برضه يا مشايخ اللي هي النافلة. النافلة إذا صليت بثوب النجس أو حرير أو على غير اتجاه القبلة بس بعد التحري، وتبين بعد ذلك أن اتجاه القبلة مخالف، أو صليت بثوب حرير أو بثوب نجس، قال فليس عليك إعادة. ليه؟ قال لأن النافلة وقتها الذي تقع فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا